يمكننا فهم مشكلة الحدود حاليا إلا بالعودة إلى المرحلة التي كانت فيها الجزائر إيال عثماني. المغرب في الطريق الصواب نحو استرجاع أراضي الصحراء الشرقية. مشاهدي الكرام، تحية طيبة. في أول رد مغربي مزلزل على قيام الجزائر قبل أيام بفتح مكتب تمثيلية جمهورية الريف، المغرب يفتح ملف الصحراء الشرقية المحتلة ممثلا بمديرة مديرية الوثائق الملكية السيدة بهيج السيمو، والتي فتحت ملف الصحراء الشرقية المحتلة حيث قامت بمحاضرة بالعاصمة المغربية الرباط للكشف عن الوثائق التاريخية التي تؤكد مغربية الصحراء الغربية وأيضا مغربية الصحراء الشرقية. وكشفت المحاضرة على مجموعة من الوثائق والخرائط والأدلة التاريخية التي تؤكد الهوية المغربية لأراضي الصحراء الشرقية والغربية على حد سواء. وكشفت بهيج السيمو أن مساحات شاسعة من الأراضي التي استقطعها الاستعمار الفرنسي تنتمي في الواقع إلى السيادة المغربية. وتطرقت السيدة بهيجة إلى الدعم الذي قدمه السلطان مولاي عبد الرحمن للجزائر وشعب تلمسان التي كانت في الأصل مغربية، وعلى الرغم من ضغوط المستعمر الفرنسي لسحب دعمه إلا أنه واصل مساعدة الجزائريين بما في ذلك القائد المقاوم عبد القادر والعائلات الجزائرية. وشددت السيدة المغربية بهيج السيمو على أهمية تقريب الوثائق التاريخية من المواطنين والباحثين والدبلوماسيين والطلاب والسياسيين المغاربة، وشجعت الجميع على الانخراط في التفكير النقدي ودراسة القضايا التي تهم وطننا الحبيب. وتطرقت مديرية الوثائق التاريخية الملكية السامية إلى الحضور المستمر للصحراء في نظام الحكم بالمغرب عبر التاريخ، بدءا من المرابطين إلى العلويين. مشاهدي الكرام، شكرا على حسن الإنصات وإلى اللقاء.